السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قصة جديدة. يقول نبدأ بالصلاة على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. صلوا عليه، ربي يغفر لنا ويغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. باش نتفاهموا من دوك القصة طويلة، ويقول كنت حكيتها من قبل لكن الصفحات اللي كتبوا مكتوبة ماشي مسموعة. بالعاني قلت هذا الشيء لأنه شفت كمية الانتقادات يقول لي تواجهيها أختي، وأنا شخصيا ما يهمني رأي حتى واحد يقول صاحب القصة. كاين اللي يجي يقول لك فيلم ما كاش منها، مانيش فارغ شغل ونجي نحكي حكاية من راسي ولا نجي نضيع لك وقتك انت تاني. أنا راني محترم مجهودك يقول، ونعرف حجم العيال اللي تعياه باش تقدمي محتوى نظيف ومحترم. الناس اللي ما يعرفوش يشوفوها والو، ولكن العيا تاع المونتاج وحده يكفي. خلي تسجيل الوقت وخلي معليش عادي، قالك عذريهم والفوا يشوفوا العرا واش طيح في مواقع التواصل. تسمى المحتوى نقي والمليح يشوفوه والو وسهل. صح ما طولش عليكم. يقول صاحب القصة واسمني ليث، في عمري 29 سنة، يعني راهو قدي. يقول نحكي على طفولتي شوية. زدت وكبرت في عائلة لبس بها ماديا، كانت طفولة شابة. كان عندي عمي وعنده ولاده وبناته، ولكن كنت متراضع مع وليده يعني خاوتي. اصلا كنت اشوفهم عائلتي الثانيه، نعيط لهم خاوتي. كنا متفاهمين مليح، وصغري كاع جاز معاهم. هما ثلاثه ولاد وثلاثه بنات. كاين الكبير عليا ب7 سنين واللي قدي اللي متراضع معاه، وصغير انا كبير عليه ب4 سنين وثلاث بنات، وحده كبيره عليا وزوج انا كبير عليهم. كنت معاهم، كنا نسكنوا قدام بعضانا، يعني صغري كان معاهم حتى الحق 18 سنه. وعرفت بلي انا طفلت بناوني. ما راحش نهضر بزاف على هذه المرحله وش صرالي فيها. المفيد كبرت وعرفت وحده وش من وحده، زين تربيه عقاله ما شاء الله. سيت نهضر معاها شحال من مره، ولكن لا حياه لمن تنادي. انسانه شغل بارده، وباش ما نكذبش التجاهل تاعها هو اللي خلاني نزيد نشحن عليها اكثر. كيفاش انا اللي تتمنى نشحن من وحده، وانا اللي كنت نديها في روحي زعما انسان شباب لاباس بيها، كنت اعرف الصغر. كيفاش هذه ما تقيمنيش؟ قلت بيني وبين روحي غير هذه اللي نهضر معاها ونعرفها، دارت لي الفضول. المفيد بعد العديد من المحاولات قبلت. انا انسان صامت، لصقت في حياتها، نتبع حال دارهم، نقعد تحت دارهم، هبلتها لحصول عياتني. كما قلت حتى قبلت. مي تهدر معايا برك كان قلبي راح يخرج كي سمعتها. قالت لي وشنو وش حبيت؟ بالتشناف بيان سور، بصح كنت فرحان. لا علينا، هدرت معاها وهنا كانت الصدمة. كان في عمرها 14 سنة، كانت تبان كبيرة وأنا هنا كنت 21 سنة. تشوكيت، حسبت لي شغل معاودة كي كنت نشوفها خارجة من السوام. مي ما بينتلهاش بلي راني مشوكي، أنا أصلا ما أمنتش كي هدرت معايا، ولكن ما تقبلتهاش تاع صغيرة. خاطر كانت تبان كبيرة، ما في تصرفاتها مع صحاباتها كانت ثقيلة رزينة. لا علينا، عاودنا رجعنا كيما كنا. هضرت معايا غير هذاك النهار وخلاص، ورجعت تتجاهلني كيما في الاول. قلت لكم الطفله ما كانش مقيمتني كاع والو، مي انا كي هدرنا زادت عجبتني اكثر واكثر. وبعد العديد من المحاولات جبت الكونت تاع الفيسبوك تاعها. بالعقل ولينا نهضروا. مي كيف طفله بارده بزاف. انا كان حسبت لي غير معايا، مي لا هي هكاك مع كاع دراري. انا خلاص قلت ما كاش. المفيد رجعنا نهضروا، وزادت عجبتني كتر عقليتها. جاية ثقيلة، تعرف تهدر رزينة، شخصيتها قوية ومتقلبة المزاج بزاف. يعني طفلة اللي شغل ماشي اللي طيح بالساهل، ما تهدرش بزاف، غامضة، ماشي كاع كيما البنات اللي عرفتهم في حياتي. وجامي شفت وحدة هكا في المحيط اللي كنت فيه. يعني انا راني جيت نحكي لكم العبرة. انا انسان كنت بزاف نعرف البنات، وهذه هي العبرة من القصة تاعي، راكم رايحين تكتشفوها. بقينا نهضروا وجازو عوام، زدت تعلقت بيها. هي جايه مدينه شويه، كانت تقول لي ما نحبش الحرام. مي كي قلت لها نجي نخطب قالت لي لا سيت معاها والو، ما حبتش. ايا بديت نخاف نخسرها، وليت ماشي نحبها. شغل هاد الانسانه هابله عليها، درت عمرها على جالها ودعيت ربي باش تكون هي من نصيبي. والله غير قلت على بالي بلي كنت عاجبها، مي ما فهمتش علاش ما كانتش قابله. ضاقت لي، قلت بالك هي كي راهي صغيره. مع العلم هنا راهي تقرا دوكا في الليسي، ولات هي شغلي الشاغل. واحد نهار خممت مع روحي وقلت شغل ما نبقاش نستنى، لازم ندير خطوه. رحت عندي ما قلت لها كاينه طفله راهي عجبتني، حبيتك تروحي تهضري لي عليها. ما حوستش ما كاع تفهم.
قالت لي ادي مرت عمك، انا راني مشغوله هاد الايامات. وصح كانت جداتي مريضه، كانت شغل تديها الدواء في الخارج. ديت اختي الكبيره ومرت عمي ورحنا هضرنا مع يماها بلا ما نقول لها، قلت نديرها لها سوربريز ما على بالهاش بلي انايا راني رايح تما. يماها ما شاء الله شحال نحبها، انسانه جامي شفت بنادم كيما هي. وهي خرجت لي يماها، يعني غير في الحنانه ماشي كيما يماها، بنتها ماشي كاع حنينه، الحنانه من ويا من. لا علينا، انا حكيت لي يماها كلش، ما خليت والو في قلبي. وزادت مرت عمي واختي هضروا معاها، قالوا لها يماه راهي مسافره، جينا غير باش شغل نديروا الملاك على الطفله نهضروا عليها. قالت لي يماه اصبر وتكبر بنتي، مازالها صغيره دوكا، زيدوا عام ولا عامين وعاودوا ارواحوا للدار ونشوفوا كيفاش نديروا منها تكون كبرت شويه، ونزيد نهضر مع باباها وخاوتها ونشوفوا. قالت لي مي دوكا ما تقعدش تشوش عليها، خليها راهي لاتيها بقرايتها، وجبد روحك يا وليدي عليها، كي تجيب الباك تجيب داركم وروح دير لها التملاك هدايا. ولكن دوكا ما نقدرش نشد عليكم لا الخاتم لا والو. كنت حاب نفاجئها، فاجأتني يماها. هذاك الوقت قلت لكم كانت في الليسي، كي هدرت مع يماها وقعدنا اون كونتاكت مع يماها. لا علينا، قعدت نهضر مع نبأ واسمها بالمناسبة، ما كاش كيفاش ما نهضرش معها، سيت من الله غالب. حتى لحقت العام تاع الباك، جابت الباك، انا عيطت ليماها قلت لها وقتاش نجيب دارنا. حتى صب يماها زاد عليها الحال، كانت مسكينه مريضه بالكونسير، زاد عليها الحال بزاف. كي سمعت صوتها خفت وحبيت باش نشوفها. انا خدام بالمناسبه في بلد اوروبي، كما كان الحال شفتها بتخبيه في السبيطار على خاطر نبأ ما كناش قايلين لها. ايا جينا لدارهم وهضرنا مع يماها. يماها قالت لنا ما تقولولهاش كيما كان الحال. شفت يماها وشحال غاضتني، المرض كملها تبدلت. قالت لي اذا كتب ربي راه المكتوب بيناتكم، نبأ راهي امانه عندك. سمانه موراها ماتت، تطار ربي يرحمها، ادعوا لها بالرحمه والمغفره، انسانه طيبه ما شاء الله، ربي يجعل مثواها الجنه. لا علينا، نبأ مور الموت تاع يماها راحت فيها كاع. انا تقربت ليها وسيت نكون معاها في هذيك المرحله. مور ما جاز عام عاود فتحت معاها السوجي تاع الزواج. قالت لي نخمم، اروح ونحكي لكم على فرحتي هذاك الوقت. حسيت ربي استجاب الدعوه تاعي. هي كي شافتني هكاك ضحكت، قالت لي قلت لك نخمم ماشي انا ندير ثقه في ربي بلي راح يستجيب، يعني كون سور. قلت لها اوكي ديري الاستخاره باش تريحي وربي يكتب لنا اللي فيه الخير. قالت لي لا ما نديرش الاستخاره، علاش في ميزكم؟ خافت ربي يستجيب. كنت راح نضربها في هذيك الدقيقة، ولكن سكت خاطر ضحكتني. لا علينا، كما قلت لكم قعدنا على تواصل، مي ما كاش عاجبني الحال على واش راني ندير. خفت من ربي ويشهد عليا ربي، غير جامي هدرت معاها هدرة ناقصة ولا شفت فيها شوفة عيانة. كنت حبها الحلال وما حبيش ندخل الحرام، ولكن على بالي ما لازمش نحكي معاها. اصلا ملي عرفت بلي رجعت نحبها جبت روحي على البنات وشديت في طريق ربي. هاي رحت هدرت مع خوها، حشمت نروح لباباها، هدرت معاه وما قلتلوش بلي نعرفها بيان سور. حسيت روحي رخيص في هذيك الدقيقه، شغل انا نهدر مع خوها وانا ديجا عارفها وحكيت معاها، شغل عبالكم امر مقرف. على هذا نقول لكم دائما نروحوا للحلال ديريكت. قلت له شفتها سقسيت عليها بعتوني ليك. خوها قال لي نسقسيو عليك ونشوفوا، وقال لي الكلمه ترجع ليها. حسيت خوها ما كانش حاب، بدا يقول لي صغيره ومنا. موراها زاد مات باباها الله يرحمه، مور الموت تاع باباها قعدنا نهضروا، ولكن ما جبتلهاش على الزواج، باينه ماشي وقته كاع. قعدنا نهضروا، كنت حاب نسيها يا لو كان شويه باسكو جو سي ما راحش تنسى. مي قلت نقص عليها، هي اصلا جايه ما تبينش وتخبي داخلها. بديت نسقسيها على الخدمه كيفاش نديروا ونتبادلوا لي زيدي. هي الدومين تاعها وتاعي ماشي كاع كيف، يعني هي شغل جايه طفله مبدعه وطموحه، وكانوا يساعدوني لي زيدي تاعها ونخدم بيهم. كنت قبل ما ندير حاجه نسقسيها نستشيرها في كلش. وفي هذا الوقت استغليت الفرصه، سقسيتها وين حابه تكون عندها دار. سمات لي واحد الحومه ورحت وشريت دار تما. سقسيت على ديكو تاع الدار اللي راهي حابتها بلوطاغ، كيفاش تحبها، واش كانت تقول لي كنت ندير ونشري. كنت حاب نديرها لها سوربريز لا علينا. واش كانت تبعت لي كنت نشري. خدمت لها دار كيما حبتها، كانت واش تحب نحبو. انا اي حاجه تحبها وليت نحبها لا اراديا، خاطر نحبها. كاع اللي نعرفهم شافوني كيفاش تبدلت، ولات شغلي شاغل. هي في هذاك الوقت مور ما كملت الدار وكنت في خدمتي مليح، هي كانت بقالها عام وتكمل قرايتها. قلت لها خلاص راح نهضر مع دارنا باش نجو نخطبوك. ورحت هضرت لي ما قلت لها يما راني حاب نتزوج. يما فرحت وقالت لي الحمد لله اللي راح نشوفك كعريس، وراكم تعرفوا هذيك الهضره. المفيد قالت لي ما كاينه وحده نعرفها تهبل وراح تعجبك. انا ضحكت قلت لها لا يما حبسي،
ياك نسيتي؟ ياك نعرف وحده ونحبها وانت على بالك بيها نهار ديت مرت عمي واختي، ياك راحوا هضروا مع يماها. هنا حسيت يما وجهها تقلب، بدات تقول لي شكون هذه وين عرفتها، انا خليتك على هواك وخليتك تدي مرت عمك على خاطر حسبت لي راك تتمسخر، ما ديتهاش فيك بلي راك صح منك. قلت لها هاي ليك وهاي لك الحكايه كيفاه نعرفها من بكري، وحكيت لها كلش كيفاش هذه راني نتمسخر. واللي يتمسخر ما يديش دارهم ويروح يهضر مع الناس، ما رانيش هضر غير مع يماها، راني هضر مع حتى مع خوها. شفتها تقلقات ولكن ما ديتهاش فيها، قالت لي وين تسكن نروحو نسقسو عليها، وياك نتوما هدرتو مع يماها ويماها ما قبلتش. قلت لها لا لا المراه ربي يرحمها. قالت بنتي مازالها صغيره وما قالتش ما رانيش قابله لانه كانت صغيره، ودوك انا راني واجد والطفله كبرت خلاص. بدات يما تصب لي في السبايب، كي شفتها هكا قلت لها خلاص انا دوكا ما راحش نهضر، خمي وجدي روحك باش نروحو نخطبوها. جاسو يامات عاود رحت هضرت مع يما، قالت لي لا لا ما رانيش قابله هاد الطفله، انت بدراهمك وشاركتك تروح تجيب لي هذيك، وغير هي اللي ما تدخلش لداري، وهي راهي طمعت لك في دراهمك وما بيهاش انت، بها تدي لك دراهمك وترميك. نبأ الحالة الاجتماعية تاعهم نورمال كيما بزاف عائلات جزائرية متوسطة، مي هي والله غير جامي إلى حوست على الدراهم، لي كادو ما حبتش تشدهم عليا، وكنت نزعف كي نجيب لها حاجة ما تحبش تشدها، والله ما طماعة، ولكن يما غلقت راسها قالت لي مانيش راضية على هاد الطفلة. قلت لها علاش يا يما وانا واش دخلني الطفلة مرفها ولا لا لا، انا راني نحوس على طفلة اللي تكون زوجة صالحة مش حوس على دراهمها، اصلا الطفلة بسي باش قبلت بيا، كيفاش طامعة فيا وهي عوام وعوام وانايا نجري موراها باش قبلت. بدات ما تعيط وتقول لي استنيتك عوام باش تتزوج، كانت ما تقول لي اتزوج، وانا كي كانت نبأ ماشي قابله كنت نقول لي ما مازال حتى نلحق وراني حاب ونتزوج. قالت لي استنيتك كاع هذا الوقت واستنيتك حتى لحقت قريب 30 سنه باش نزوجك لبنت خالتك، كنت حابه نفرح بك دوكا جيت تفسد لي الفرحه تاعي. قلت لها يا يما انا نحب نبأ وما راني حاب حتى طفله غير هي، وماشي لازم نتزوج بنت خالتي باش تفرحي لي، عادي افرحي لي كي نزوج بنبأ. وباش نقولها لك من الاخر غير نبأ ولا ما كاش نقعد هكاك باباس ما نتزوجش، ونط رحت لشامبرتي قلت دوك تزيد شويه وتجي عندي وتقبل وزيد راهي راحت سقسات على نبأ يعني ما كاش مشكل. انا عيطت لنبأ مي باينه ما قلت لهاش واش صرا، كيما يقول لك سيدي من بكري مليح وزاد له الهوا والريح، تسمى ما حبش نجبد لها على الحكايه باش ما تدورش في رايها، اونكا هذه الدنيا اصلا كانت بدات تبدل عليا. مي انا قلت شغل راهي خايفه سي نورمال حاجه جديده عليها زواج وسورتو مور الموت تاع والديها، سما ما كنتش حاب نكثر عليها بزاف. هنا انا غلطت غلطه ويا ريتني ما غلطتهاش، قلبت لي كلش الغلطه هذه اللي درتها تمسخيره، ما استنيتش راح يسمعوا بيها. لا علينا جبت عليها شويه باش ما نبقاش نديرونجيها ولا نزربها، شغل خليتها براحتها، ومنها كنت نسيي نتلاقاها باش ما تفيقليش وراني داير الغلطه اللي درتها في حقها. جازو يامات على الحكايه، واحد النهار رقدت ونوض الصباح رحت نسق قهوه مع يما ما قيمتنيش ماشي كيما مداري، وانا ويما نتفاهموا مليح، هدرت معاها والو قلت راهي مازالها زعفانه، قلت لها يما ولا غير سمحي لي مي انا والله غير صح نحب نبأ وما نقدرش نحب واحده اخرى، يا سيدي هضري معاها خطره برك تعرفي بلي ماشي طفله اللي كيما راهي في راسك. قالت لي خلاص غلق عليها هاد السوجي، قلت خلاص نخليها تخمم شويه والسور ما راحش تزعفني انا وليدها الوحيد، ما مربيني مي جامي حسوني بهاد الحاجه. المهم خرجت عاود رجعت العشيه كيف مازالها زعفانه، هنا بديت نحس باللي راهي منها صح وصح راهي غالقه راسها. قلت لها يما علاش ما راكيش حابه تفهمي، انا يا نبأ يا ما كاش. قالت لي ما كاش اللي يموت لو كان يبعد على اللي يحبها. قلت لها يما انا عندي 6 سنين وانا نحبها، ترضاي وليدك يقعد معلق وحده معاه كاع هاد الوقت ومن بعد يروح ويخليها. قالت لي انت ما راكش جايب بخبر، انا يماك وعلى بالي وش بيك وانا اللي نعرف صلاحك خير منك، هذه راهي ساحراتك وطمعه فيك ما تحبك ما والو. قلت لها ايه ساحرتني معليش راني قابل. هنا قالت لي اسمعني يا انا يا هي. قلت لها والله اذا ولات هكا غير راكي تظلمي في الطفله بلا ما تعرفيها، والسبه راهي جايحه، علاش راكي رافضتها، علاش على جال زعما راهي طامعه فيا، هذا السبه ما كاش كاع منها، انا مالا نخيرها هي. هنا يما بدات تهدر هدره ما عندها حتى معنى، انا اللي جبتك من الزنقه ورجعتك راجل ودوكا تخيرني على الطفله، والله غير مازال ما تعرفنيش مليح وما تعرفش واش قادره ندير، والله غير تبعد عليها بالسيف عليك، وقاعده غير تخلط في الهضره. انا هنايا قرف ضاقت لي وزعفت صح. هنا رحت حكيت لنبأ
كلش وهي تشوكات. شفاو على كيفاش تشوكات. هنا هي واش قالت لي اللي فيها خير ربي يجيبها. حللتها باش ما تخلينيش وقلت لها والله غير الصبري نقنع يما ونخليها تقبل. جازو يامات وانا ويما ما نتهضروش وكي نتلاقاو دير روحها ما شافتنيش. عيط لنا بقى قلت لها باش شغل نتلاقاو خاطر حسيتها جبدت روحها عليا، ولكن المشكل قبل ما نهضر لها على يما بلي ما راهيش قابله كانت بدات تجبد روحها، يعني ماشي حتى هضرت لها. كنت لازم نهضر معاها واصلا كنت عيان واش راهو صاري، وليت كاره الدنيا، نعيا بزاف، نرقد بزاف، ما كي نرقد ونوض نحس روحي مازالني عيان. رجعت ماشي انا تاع بكري، كي تلاقيت نباء مام هي كانت كيما انا عيانه مدباله كاع، ماشي نباء اللي نعرفها. قلت لها واش بيك؟ قالت لي ما على باليش بصح راني عيانه بزاف. حكات لي قلت لها والله ما مانا، كنا كيف نفس الاعراض. قلت لها ما تعمريش راسك وتفرى ان شاء الله وراني معاك وما راحش نخليك ولا نسمح فيك. كملنا هدرنا ورجعت للدار، دخلت رقدت كيما العاده ونط مشوكي من لادات. ايماجينيو باللي نط في النهار الثالث. ضربت على عقلي ما لقيتوش، ما امنتش. دخلت لجوجل كتبت واش رانا اليوم، شفت في البيسي في التليفون الاخر كيف خاوتي رقدت 35 ساعه. المشكل مازالني نعسان وعيان، والله ما امنت. هنا توسوست خاطر انا في طبيعتي رقادي صامت وما نرقدش بزاف، 5 سوايع يكفوني. صبت لي زابيل تاع الخدمه تاع نبأ، كنت مخلوع. كيفاش يما ما نوضتنيش كاع هاد الوقت سو بوين، يعني راهي زعفانه مني صح بصح سو بوين ما عياتش ميم با روحها وجات تنوضني. رحت ليها قلت لها على بالك شحال راني راقد؟ قالت لي ايه عندك بزاف. قلت لها وانت جاتك نورمال نرقد كاع هكا بلا ما تتوسوسي؟ ما نوضتيني ناكل، ما نوضتيني نصلي، ما حوستي عليا. وبديت نحكي لها كيفاش راني عيان هاد الايامات وكيفاش راني نحس. قالت لي صبر هذا والو. قلت لها كيفاش؟ وهنا كانت المصيبه. قالت لي باللي درت سحور النبأ. ايه قالتها لي في وجهي وتقول فيها نورمال، تقول لي شركت بربي نورمال جاتها عادي، وقالت راح نخليها تسوفري وتعاني اكتر واكتر لو كان نكمل معاها. وقالت لي انا ما سحرتكش، مي درت لك حاجه صغيره تخليك تعيا وتحس شويه من واش تحس نبأ. يعني راك تشوف واش راك تحس انت، دوك نبأ راهي تحس 10 مرات واش تحس انت، ودوك راهي ولات ليك انت واش تحب. انا هنايا دورتها نضحك، ما امنتش كاع، ما امنتهاش واش راهي تحكي، والله ما امنت. رحت وخليتها، قلت راهي تخوف فيا، ما ديتهاش فيها كاع. خرجت رحت صليت كيما العاده، ريبونديت على لي زيمايل تاع الخدمه، عيطت لنا بقى نسقسي عليها. الطفله كرهتني ماشي حابه تهضر معايا. رحت لها صبت الطفله شيانت باش ما نخلعهاش. قلت لها واش بيك؟ بدات تحكي وتبكي. على بالك باش تلحق تبكي هي جامي بكات قدامي. قلت لها واش بيك؟ ما حملتش نشوفها هكاك تبكي. قالت لي مانيش فاهمه واش بيا، مانيش نورمال، مانيش نقدر نقرا، مانيش نقدر نرقد، واذا رقدت نشوف لي كوشمار ونوض نصيب روحي كامل مخبشه، وراهي تضل في السبيطارات وما عرفتش واش بيها. كانت تبان عيانه ما تقدروش تصوروا حالتها. انا شفتها هكاك قلت زعما صح واش قالت لي يما، ومن بعد قلت لا يما هضرت هكاك غير باش تخوفني ونتزوج بنت خالتي. طلعت ليما ديريكت قلت لها حبيت نسكسيك صح سحرتيها ما كنتيش تمسخري؟ قالت لي والله ما كنت نتمسخر وهدرتي كامل صح، كل كلمه قلتها لك كاين منها. عبالكم وليت ما نضويش انخلعت. هذا سحور يا ربي، سحور واش هاد الهضره؟ بديت نعيط. قالت لي اسمع عياطك ما عنده ما يفيدني وما راحش تخلعني، انا درت لها السحور وانت راح تقعد تشوف فيها تموت قدامك، ولكن عندك الحل، خليها واسمع هدرتي خود رايي ونوعدك غير نفك لها هذا السحور. انا هنا قلت لها لا يما، انسانه راكي تعرفي ربي وراكي تخافيه، كيفاش ديري حاجه كيما هذه؟ راكي ديجا زايره بيت ربي، تروحي للجامع تصلي صلواتك كامل تصليهم في الوقت وما عندكش علاقه بالسحور، كيفاش تقدري ديري هذه الحاجه؟ قلت لها يما كيفاش سحرتيها؟ وهنا كانت المفاجاه. واش تقول لي؟ نبأ على بالها بلي سحرتها. قلت لها كيفاش هذه؟ قالت لي نهار رحت لها راهي ما قالتلكش. قلت لها صبري كيفاش رحتي عند نبأ؟ قالت لي ايه ما على بالكش، رحت لها وقلت لها تبعد عليك ولا تخلصها غاليه، وكي كنت خارجه سرقت التريكوكه في المطرح تاعها. نبأ عندهم الضيق في دارهم، ما امنتهاش كيفاش نبأ
ما تقوليش عفسه كيما هذه، علاش خبت عليا؟ هنا فهمت علاش كانت تجبد في روحها عليا ولعبت هاد الشوكات كي قلت لها يما ما راهيش قابله. حسيت روحي بهلول صح، عيطت لها باش تفهمني، قالت لي ايه جاتني يماك لدارنا وعايرتني ووعدتني باللي تسحرني وراحت، وما حبيتش نقول لك باش ما نفسدش لا غولاسيون بينك وبين يماك. طلبت منها السماح وقلت لها لازم نتلاقاو باش نحكي لها. كيما كان الحال تلاقينا كيف نفس الحاله، لي زيو سيغني، صفرة مذباله كاع، يبان عليها الارهاق. قلبي تقسم كيفاش نواجه هاد الطفله اللي يما دارت لها السحور. جبتها لها بتمسخيره، قلت لها شوفي يما واش قالت باش تخوفني وماشي صح تسحرك وما كاش منها، باش برك انايا نخليك. بدات تعيط قالت لي راك تمسخر، يما كديرها وباينه بلي دارتها. اصلا نهار جاتني للدار كانت تهضر غير على السحور وقالت لي درتي السحور لوليدي وتخلصيها غاليه، ما راهيش تمسخر. وهذا السوجي الناس ما يتمسخروش فيه، واصلا انا جامي صرت لي حاجه هكا، اول مره تصرالي. قلت لها غدوه لازم نتلاقاو. عاود رحت عند يما كي البهلول، خاطر والله ما كنت مأمن. يا ربي هذا اللي رانا نهضروا عليه يا وسحور، سحور شرك بالله ما تقبلتهاش. سقسيتها يما، قلت لها يما صح سحرتيها، والله ما كنت حاب نأمن. قالت لي اسمع، هاد السوجي ماشي تاع تمسخير. انا بديت نعيط عياط هيستيري، ماشي نورمال. عفاكم كسرت اي حاجه كانت قدامي. جا بابا وعمي اللي ساكن قدامنا ومرتو وولادو وبناتو كيسمعوني نعيط جاو يسكتوا فيا ويحوسوا يفهموا واش كاين. قلت لها علاش؟ قلت لك نحبها يا وكي راني نعاود نتفكر واش راهو يصرى لنا بسبتي نزيد نهبل. ما كفاش الطفله واش عاشت في حياتها تزيدي ما تكمل عليها بالسحور، مخصوصه الطفله. ايماجيني والبنادم اللي تحبه اكثر من روحك يكون يسوفري بسبتك. كملت التكسار والعياط حتى سبت روحي في السبيطار، دخلت كوما سمانه بسبب انهيار عصبي كبير. خرجت من السبيطار مما كنتش حامل نشوف وجهها. رحت للدار اللي كنت شريتها ويعطيها الصحه مرت عمي وولاد عمي تهلاو فيا، هما اللي كانوا قايمين بيا. هيا بقيت قعدت وحدي وتخمم كلاني، يعني الطفله كانت قاعده في امان الله، انا تسلطت عليها هبلتها باش تقبل بيا، سكنت لها في حياتها باش تجي ما دير لها سحور. وش من سحور؟ سحر الموت. قريب هبلت، عيطت لها وقعدت نطلب في السماح. هي كانت خايفه وانا كنت حابه نروح لدارهم نحكي لهم كلش، نحكي لخوها واختها، وكنت نخمم كيفاش راح نجيبها لهم باللي يما سحرت اختهم اللي هما اصلا هذاك واش قعد لهم. كنت نخمم كيفاش نقول لخوتها، اصلا خوتها الكبيره نقادرها ونحشم منها، وخوها كيفاش راح نجيبها له. مي شوكاتني كي قالت لي ما تقول حتى واحد، تقعد بيناتنا. انا رفضت رفض قاطع، خاطر هذه ماشي حكايه اللي تتخبى، ولكن هي ما حبتش. عاود رحت لدارنا، قالت لي ما كان على بالي بلي راح تعاود ترجع لي. هبطت لرجليها نحلل فيها باش تفسخ السحور هذا. قلت لها لو كان تزوج بنت خالتي راح نظلمها، والله واحد فينا ما راح يتهنى. قالت لي معليش تزوج بيها ونشوفوا. عاود بديت نعيط، كسرت لها كاع الدار، ما هي والو كشغل ما راني ندير في حتى حاجه تخسر فيا. قلت لها معليش دوك نعيط لخالتي ونقولها واش راكي تقولي لي وخليها تشوفك انتي كيفاش دايره. قالت لي ايه نورمال، اصلا خالتك على بالها. عيطت لبابا ولعمي ومرتو ولولادو وبناتو باش نهضروا مع يما. بداو خاوتي يهضروا، قالوا لها يا خالتي واش درتي؟ راهو شرك بالله حرام، خاطي ربي طفله ما عندهاش علاش تاذيها، صغيره هذا وراي جايه للدنيا، نحي لها السحور هذا والسحور وشرك بالله. قالت انا ما درت والو، ما تقعدوش تهضروا لي في هذه الهضره. انطق خويا قالها والطفله اللي راهي مرميه في الفراش ماشي نتيا سبتها. بدات تعيط وحاوزتهم، قالت لهم اللي راهي غايضاتو الطفله يبعدها على وليدي وخليوه ياخذ رايي. كاع خرجنا من الدار مشوكين وفاقدين الامل. واحد ما كان يستنى في هذا الشيء، ما كانش يستناو في يما انه تظهر بوجهها الحقيقي هكا. والله ما تبان تاع سحور يا خاوتي، ما تبانش بلي تاع الصوالح. رحنا عند الامام حكينا له، اديناه يهضر مع يما والو. قال الامام اذا صح تحب هاد الطفله بعد عليها ولا راح تروح فيها، يعني على الطفله. قلت له يا ودي خلينا نسيو، خلينا نجيب راقي، بالك حنايا نقدروا نحيو، هياك القران علاج. كيما كان الحال جبنا راقي معروف في الجزائر حكينا له وعيط لنا بقى. كانت قالت لخوتها الكبيره وجات نسموها مريم، دينا راقي لدار اختي الكبيره الاء باش ما تسمعش يما، وبدا يرقي لها، غير بدا يرقي لها ساح الدم من نفها وفمها وكانت تبكي. مسحت لها اختي وغسلت لها وقالنا الراقي راهي مسحوره سحر مرشوش ومدفون، وما راح نقدروا نديروا والو غير اذا صبنا المدفون، وفي هذاك الوقت نقدروا نتهنوا من السحر المرشوش والمدفون. وقعد يفهم فينا. انا خلاص حسيت الدنيا مغلوقه في وجهي، يعني لازم باش تسلك نبأ نخليها ونتزوج الاخرى.
كيفاش راح ندير؟ لازم تفسد حياتي باش ترجع نبأ كما كانت وترجع لها صحتها. كنت خايف سورتو كي شفتها كيفاش كانت كي كان الراقي يقرا عليها. اوكي، عيط لنا الراقي وفهمنا بلي لازم نبعدو على بعض، وربي اذا راهم كتب لنا نتزوجو راح نتزوجو، ولكن دوكا في هذا الوقت ما عندناش حل واحد اخر. هي من العيال اللي كانت تحس به والوجاع اللي كانت فيهم كانت كرشها قاتلتها. قالت للراقي ايه انا بكيت، قلت لها والله ما راني حاب نبعد عليك، والله غير نحبك ومستحيل راح نحب طفله واحده اخرى من موراك. نسيت كاع عمي والراقي وخوتها اللي كانوا يسمعوا. المهم اختي داتنا بقى لدارهم، انا رحت ليما قعدت قدامها ما حوستش حتى باش تسقسيني وتقول لي واش بيك. قلت لها واش راكي حابه باش تنحي السحور هدايا، عطيه لي السحور هذاك نمدو للراقي باش يفكو. قالت لي تعاود ترجع تسكن معايا وتتزوج الدنيا بنت خالتك. قلت لها راح تضيعي لي حياتي وحياه الطفله وحياة ثاني بنت خالتي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، نكرهك. انا قلت بالك كي تسمع الهضره كيما هكا تتاثر، ولكن والو. قالت لي كيفاش يعني ما راحش تزوج بنت خالتك؟ قلت لها حتى تمدي لي سحور ونفكو وتعاود ترجع نبأ كيما كانت باش ثم نتزوج بنت اختك. قالت لي واش يضمن لي؟ قلت لها انا اللي عندي قلته. قالت لي ايه نمدلك السحور، بصح بالك تمسخر بيا خاطر ندمك ندمك حلا ونعاود نديره لها نورمال. يما تاني من عائله بسيطه ودارهم كاع ما بنت خالتي هذه. مي انا يما كي تزوجت بابا طلعت بيها خاطر بابا اللي لابس بيه. كيما كان الحال عيط للراقي قال لي لازم انا نكون باش نفكو السحر. قلت لها ياك على بالك وين راهو مدفون؟ قالت لي ايه. قلت لها البسي باش نروحو نحيو هذا السحور وندهناو، راهو جاي الراقي. قالت لي لا لا روح جيب الراقي وارواح. ايماجيني والسحور كان عندنا في واحدة شجرة في الجنان تاعنا، كان في الدار، ما جاتش كاع في راسي. فتح الراقي السحور وشفت عفسة تعيف وقماش باين من تريكو تاع نبأ، ورقه مكتوب فيها مرض تعب فشل موت، تصويره تاع نبأ مازال لدوك ما على باليش كيفاش جابتها، وحاجات واحده اخرين يعيفوا فايحين. ما قدرتش نكمل خلاص خرجت. قلت له كان غير ما قربت لهاش وما حبيتهاش باش ما يصرالهاش كاع هذا الشيء. كنت ندعي ربي يرفد عليها هذا الالم والاذى ويجي فيا وما يجيش فيها. ما قدرتش نشوفها هكا، كنت كي نسمع يهضروا على السحور هدايا والعين كنت نتقلق ويغيظوني. ايماجيني ودوكا اللي راهي تعاني من السحور انسانه نحبها بزاف، والسحاره يما تخيلوا برك، والسبب انا وعلى جالي والله غير كنت حبها تبرى هي ونمرض انا. هدرت مع الراقي قلت له دوكا خلاص نبأ راح ترجع مليحه وكما كانت. قال لي لا لا لازم نكمل نرقي لها ولازم تستفرغ السحر وتكمل برنامج الرقيه، وان شاء الله مور هذا ترجع مليحه باذن الله. كنت كاره روحي ولكن فرحان شويه خاطر ما بقاش وتبرى نبأ. كنت متوحشها مما لازمش نهضر معاها. عيط لاختي آلاء قلت لها تعيط لنبأ باش تبدا الرقيه، وكما كان الحال كانت ترقي وآلاء معاها بالعاني. كنت نبعث اختي باش يكون على بالي واش كاين واش ما كاش. قعدت ترقي ومداومه على الرقيه فتره حتى قالها الراقي خلاص راكي مليحه الحمد لله ودوك ما ولا عندك والو، شدي في اذكارك حصني روحك وصلاتك بالك ترطيها والماء المرقي الحمد لله يا ربي. كنت حاب نهضر معاها ولكن نخاف. مور 20 يوم عيط لها كبات لي. قلت زعما تكون كرهتني؟ انا ما كنتش حاب ناديها، كنت حاب نسمع صوتها برك. عاود قعدت نعيط وهي غير تكوبي لي حتى رفدت. قلت لكم انا صامت، مي كنت مقلق علاش راهي دير لي هكا، مي غير سمعت الو منها خلاص نسيت كلش. المفيد هضرنا وقالت لي مازالش تعيط لي، علاش رانا نعيو في رواحنا وامبوسيبل راح تكون بيناتنا حاجه، علاش نعذبوا في رواحنا في باطل. انا على بالي بلي نبأ عقلانيه تخمم بعقلها ماشي بقلبها، مي ما استنيتهاش تقول لي لا لا، كان مازال عندي امل تقول لي نكملوا نهضروا. على بالي بلي كنت بهلل يعني المنطق كان هارب لي من الله غالب. قلت لها خلينا نهضروا بالتخبيه ما نقولوا لحتى واحد، كيما سيت معاها والو. هاد المره السماطه تاعي ما فادتش. مور سمانه عيطت لي يما قالت لي وجد روحك باش نروحوا نخطبوا. قلت لها اوكي مي نقول لهم ونحكي كلش لخالتي وبنت خالتي وراجلها وهما يشوفوا. قالت لي يما ايه قول. انا كنت سور بلي ما كانش واحد راح يرمي بنته لواحد ماشي سامع بيها ولا يقيمها خاطر يحب طفله واحده اخرى بيان سور يبطلوا. كنت مريحه شويه من هاد الناحيه، كنت حاس بلي بنت خالتي ما راحش تقبل، مي كنت خايف تاني خاطر كي قلت لي ما نحكي لهم جاتها عادي بدا راسي يوجع من التخمام. عيط لنا بقى كالعاده بسي باش رفدت. حكيت لها واش قالت لي يما؟ قالت لي خلاص غدوه قولي واش راح يصرى. كان عندنا امل بلي ما راحش يقبلوا. غدوه من داك رحت على اساس خطبه. خليوني نحكي على دار خالتي. راجل خالتي نهار خدام و10 لاله. خالتي خياطه وبنت خالتي كملت قرايتها وقعدت في الدار ما تخدمش، عندها 4 خواتاتها صغار مازالهم يقراو.
المفيد دخلت لدارهم، دخلت الدنيا ما شفت فيها اصلا. باباها قاعد يقول راهي جات العروسه، شوف ليث شوف مرتك. انا هنا قلت له ما تقوليش مرتك، مازال ما كان والو. باباها حشم وسكت على روحه. قلت له اسمعني يا عمي، عندي هضره نهضرها لكم انت وخالتي والدنيا باش نهني راسي ونتهنى، باش غدوه من غدوه ما تقولوش كذبت علينا وما كانش على بالنا، باش واحد ما يحاسبني. قلت لهم انا عندي طفله نحبها ملي كنت صغير ومازالني لدوك نحبها، وحكايه الخطبه هذه يما راهي مسيفه عليا وراني مهدد بالطفله اللي نحبها، ولو كان تقبلوا بهذه الخطبه ما تسناوش مني راح نحب بنتكم ولا نديرها كي مرتي، خاطر انا نحب طفله واحده اخرى وراني محرم على روحي كاع البنات هي ولا ما كاش. قلت السوري ما تكون حشمت، خزرت فيها لقيتها تتبسم كي شغل راني نشكر في دنيا. خزرت في باباها كيف بديت نخاف. قلت لكم كان باقي لي امل باللي ما راحش يقبلوا. هنا باباها قال لي حكايه الحب هذه يا وليدي قديمه وزيد حرام وربي ما يباركش فيها، تزوج بنتي على سنه الله ورسوله وفي الحلال راك راح تحب مرتك كي شغل هذيك اللي كنت تحبها. عبالكم انا ما فهمت والو. كي شغل انا يا ونباء كنا راح نديروا عرسنا في الكنيسه، باش جاي يقولي تزوجها على سنه الله ورسوله والاخرى حرام، ياك الاخرى ثاني كنت نزوجها على سنه الله ورسوله. نطقت خالتي قالت له ايه ولا غير عندك الحق، الهضره هذه اللي راهو يهضر فيها غير قبل الزواج، اصبر يا وليدي تتزوج وتولي تموت عليها. انا هنا تقلقت، قلت راهم يحرشوا بيا. قلت لهم اسمعوا بالسحور وما نحبهاش. بداو يضحكوا عليا، قالوا لي نتايا ما تعرفش صلاحك، علاش رايح عند البراني دي بنت خالتك تخدمك وتخمم على دراهمك وما تسرقكش. نفس التخمام تاع يما الطمع. يا ربي انا يا باش ما نظلمش دنيا على جال عقليه دارهم، قلت خليوني نهضر مع دنيا وحدنا كيما كان الحال، خلاونا على اساس شوفه زعما. قلت لها سمعتيني واش قلت؟ قالت لي ايه. قلت لها قابله تتزوجي بواحد ما يحبكش ويحب طفله واحده اخرى؟ قالت لي ايه. قلت لها داركم راهم مسيفين عليك باسكو راهم طامعين، لا ما تحشمش مني، اذا هكا انا نعرف واش ندير. قالت لي لا والله غير انا اللي راني حباتك ومن بكري نحبك، كي كنت تجيب لي كادو اهتمامك بيا عجبني. انا تشوكيت كيفاش الصبر يا بنت الناس، انا جامي جبت لك كادو والله غير جامي شفتك نسمع بيك برك. يما كانت تشري لها في لي كادو وتقول لها هو بعتهم لك، وصح ما نعرفهاش كانوا كيجوا فاميلية يما نبات مع خاوتي باش ما نديرونجيهمش. قلت لك انا ملي كان في عمري 21 سنه وانا نحب طفله وحده. قالت لي معليش بالعقل تولي تحبني. يا ربي كاين طفله تقول لها انا ما نحبكش نحب طفله واحده اخرى وتقول لك معليش. قلت لها راكي تمسخري بيا ياك، راني نقول لك نحبها وانتي تقولي لي هكا. قالت لي عادي الحب هذا راح يرجع ليا. قلت لها والله ما راكي رايحه تشوفيه لا انت لا واحده اخرى، نبأ ولا ما كاش كيما سيت معاها والو. كنت حبها تبطل هي مي والو. قلت لها انت ماشي نورماله السور داركم سيفين عليك. قالت لي لا ولا غير دارنا ما عندهم ما دخلهم. قلت لها حلفي لي على المصحف، والله غير ناضت جابت المصحف وحلفت. والله في هذيك الدقيقه البكا جاني. قلت لها اسمعيني انا درت اللي عليا، ما تسني مني والو، ما تسنيش راح نحبك كاش نهار. شويه الامل اللي كان عندي طار، حسبت لي ما راح تزعف كي راح نحكي قدام راجل خالتي هكا مي والو. كنت نستنى الدنيا ما تقبلش كي تسمع بلي نحب طفله من هذا الشحال، ولكن والو. اللي سقسيو على بابا كي ضربت انا مع يما وعايرتني كي زعما شغل ما تبنيني، زعف حتى مرض راهو عيان ادعوا له بالشفاء العاجل. تسمى ما وليتش نحكي له نخاف يزيد عليه الحال. وعمي ومرتو اللي هما عائلتي الثانيه كي سمعوا بيما دارت السحور جبدوا رواحهم نهائيا عليها، ما ولاوش يجوا كما كانوا. مي انا وبابا مازلنا نهضروا معاهم عفوا ونروحوا لهم، مي هما لا على جال يما. لا علينا رحت للدار صليت وانا فيا حزن الارض كامله. ملي عرفت باللي صح نحب نبأ عندي دعوة نقولها في صلاتي، يا رب لا تختبرني في نبأ فهي نقطة ضعفي في هذه الدنيا. واللي غيظتني كثر نبأ قالت لي إذا خطبت ما راحش نزيدو نهضروا. قالتها لي شحال من مرة وحقها مانيش نلوم فيها. عيطت لها باش نسي نقنعها نقعدو نهضروا وحكيت لها كلش، مع الاخر باين يعني بين الحاجة المتوقعة تصرى. قالت لي اسمح لي ما راحش نزيد نهضر معاك ولا نجاوبك وانت خاطب. قلت لها يا بنت الناس واش من خطبه راكي تهضري عليها، علاش انا راني حابه هاد الخطبه، خلينا نكملوا نهضروا حتى نصيبوا حل ونروحوا كاع منا.
اصلا على بالهم بلي نحبك، مام دنيا حلفت على المصحف بلي راهي قابله، ما القري على بالها بلي ما نحبهاش، ولكن والو ما قدرتش نقنعها. قالت لي ما رانيش حابه غولاسيون ما عندهاش نهايه. حسيتها كانت راح تبدا تبكي، كبات لي وانا كنت كاره. صبت سباب الخدمه، قلت لهم لازم نطلع، عندي خدمه لازم نخدمها. يما غير سمعتني طالع بدات تهدد فيا، بالك شمت ديره والله غير ندمك، وراك تعرفني وهضره كيما هكا. انا والله غير مأمن باللي لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا. مي كي جاتني في نبأ والله غير صعيبه، لو كان فيا وماشي فيها نورمال. عيط للنبأ قلت لها راني طالع، هضرنا شويه وقنعتها باش نبقاو على تواصل، غير كي زعما نكون التمه، غير نعاود ندخل الجزائر ما نزيدوش نهضروا. قبلت قعدت 5 شهور، بدات ما تعيط لي اهبط نروحوا نهضروا على الطفله نمدوا لها دفوعها. حسبت لها هربت لا علينا. مور 5 شهور اللي قعدتهم ماتت بنت خويا. اهبط عيطت لي نبأ، عظمت لي الاجر وبلوكاتني من كلش، غلقت كلش لي ريزو سوسيو تاعها. كيما درت باش نصيبها والو، ولا بالك ربي صح كان يبعد فينا وانا ما كنتش جايب خبر. انا في هذاك الوقت كنت حبيه لو كان نقعد نسمع صوتها، وكان على بالي بلي عندها الحق. جازت على الحكايه 15 يوم، قالت لي ما باش نروحوا نمدوا الدفوع. رحت وجا معايا خويا الكبير بالسيف على وجهي، قعدنا وبدا باب الدنيا يهدر، رانا طالبين 50 مليون ذهب وكبش. المفيد راكم تعرفوا واش يشرطوا، كل ولايه كيفاش. الدنيا ماشي من ولايتي، يعني كنا نبدلوا ولايه. قلت له انا ما عنديش هادو كاع، يعني واش راك حاسبني؟ قلت له نمد 15 مليون والعشاء برك، باباها وجهه دار. قال لي لا لا والذهب ما كاش عروسه ما يمدولهاش ذهب، وانت الله يبارك راك بشاركتك ورزقك تخلص بالاورو، كيفاش ما عندكش؟ قلت له عندي شحال ما طلعتش والخدمه راهي حابسه. المفيد واحد 45 دقيقه وانا نشكي لهم ونكذب. قلت كي يسمعوا هكا يخافوا، مي انا الحمد لله الخدمه كانت تمشي، كنت مخلي صاحبي كان مجيري كلش وعلى بالي واش كاين واش ما كاش. نطقت يما قالت لي لا لا بعدا، يا لو كان حاجه تاع ذهب ماشي جايه العريس ما يمدش ذهب لعروستو. قلت لها شريوه لها انت يا سيدي كي راكي حابه، انا ما عنديش. هنا يما سكتت. دوكا خليهم يسحروا السحار باش ينقص لهم في السومه. دوكا خليهم يسحروا السحار باش ينقص لهم في السومه. قلت لهم هذا واش نقدر نمد، حبيت اللهم بارك، ما حبيتوش الله يسهل. يا خويا ناض ديريكت تقول طلي على قلبي. صوتت خالتي قالت له لا 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 خلاص فيها خير وبركه، عادي ياك هو مرفاه وما راحش يخليها محتاجه، ولا كي يتزوجوا راح يقوم بها مور الزواج وما راح يخصها والو. هذيك هي الفايده، ماشي الفايده في الذهب. خويا قعد حال فمو مشوكي من الطمع اللي راهو يسمع فيه، وانا راهو واصل قول ما زاد العلاني. خزرت فيه قلت له عادي انا من جهتي والفت لا حشمه لا ودنيه، هضروا عادي خلاص. كملوا خرجنا، رحت لوين تسكن نبأ، قلت بالك نشوفها غير من بعيد يا سيدي. ما شفتهاش، رجعت للدار كاره حياتي. ومن نهار طفل حتى نهار زواجي وانا ندعي كاش معجزه تصرى، عشت اسوا ايامات حياتي. توحشنا بقى صوتها كلش، لحقت نرقد ب17 ساعه، كنت دايها غير رقاد، ما كليتش 5 ايام، كنت نشرب في الماء برك. جاني خويا للدار باسكو ما بنتش تقلق عليا باش نوض نفتح الباب، ما قدرتش. كي لحقت الباب وشافني هكاك بكى وداني للسبيطار، داروا لي السيروم. مور هذاك النهار وليت نخرج نشري ماكله وندخل، خاطر ما وليتش ناكل من عند يما، نخاف كاش ما زيد دير لي شومبرتي نغلقها، خفت كاش ما ترفد لي من حوايجي كيما دارت من قبل. حوايجي كنت نغسلهم برا، ناكل برا، ما كنتش نحب نقلق خاوتي معايا. مي كنت خلاص شينت ورحت فيها كاع. انا باش تفهموا يعني تكونوا في الصوره، طولي 193 وكنت نوزن 103 كيلوغرام الله يبارك. رجعت نوزن 81 كيلو. كنت من قبل ندير السبور، ماكلتي هيلثي، كنت متهلي في روحي. رجعت لي تلقاني يتخلع يقول بعيد الشر عندي هذاك المرض. كنت نشوف هذا الشيء في وجوههم، كاين اللي حسبت لهم باللي خلاص راني مريض. مور 3 شهور كونتاكتيت واحد الطبيب، قال لي لازم تخرج من الدار، سي لو كان نمشي 30 دقيقه برا. انا رجعت نخرج، مي وين في ميسكم لوين تسكن نبأ، لوين تقرا، كنت كي المهوس نتبعها. مي ما حبيتهاش تشوفني، ما شكيش تعقلني اصلا لو كانت تشوفني. كنت في هذاك الوقت نهضر غير مع اختي ونحكي لها ونهضر معاها، كانت تواسيني وخطرات تهضر مع نبأ تعيط لها تسقسي عليها. قعدوا يهضروا من ضربة الراقي، تما كانت تقول لي راهي مليحه. قعدت على نفس الحال، مما رجعت نشوف نبأ ودار دنيا كانوا ياسيستيو باش نعقدوا. وباينه مور العقد العرس، باسكو ما كنتش نهضر مع دنيا، كانت تعيط لي ما كنتش نريبوندي عليها. كنت نخمم نهرب قبل الزواج، ولكن خفت ما كاش ما تزيد دير النبأ، خاصه كي عرفت البوان فابل تاعي، وزيد ماشي سهله اصلا لليوم ما عرفناش منين جابت تصاور نبأ. لا علينا الحق نهار العرس
قلت له اختي تعيط النبأ باش نسمع صوتها برك. ريبوندات وهدرت مع اختي وانا شاد روحي بالسيف. هدرت معها سقسيتها، قالت لها اليوم عرسو. اختي خزرت فيا قالت لها ايه ربي هنيه، مي باينه كيفاش كانت. المفيد جاز العرس وانا كريت دار واحده اخرى، محبيش نسكن معاها في الدار اللي كنت شاريها النبأ. خويا الكبير استكلف بكلش، جاز العرس وخلاص. بينه انا ما شريت حوايج، لبست حوايج تاعي، ما رحت عند الحفاف، ما طلعت باش نتصور، لا صال ما شفتهاش مام با مقبل. رحنا للدار، دخلنا، هي دخلت للشومبرا وانا في شومبرا، باينه ماشي شومبرا وحده. كنت عايفها كاره روحي. دوشت موراها سمعتها تعيط لي، قلت لها واش تسحقي؟ قالت لي كنت نحوس عليك. قلت لها راني هنا، ومن اليوم هذيك شومبرتك وهذه شومبرتي، وبالك نصيبك عفستي هنا ولا حطيتي رجلك فيها. سكتت ما هدرت والو. ايا دخلت رقدت، نوض غدوه من داك مع العشيه وهي اللي نوضتني. ضربنا بيان سور، حسبت لها زعما كش ما صرالي. قلت لها ما تزيديش تدخلي هنا. رجعت نغلق الباب وما ناكلش من عندها كيما كنت مع يما، باينه هذه نفس الروتين. جاو خاوتي وخواتاتي زعما شغل يسيو يبدلوا عليا، مي والله ما كانت نفحت لي حتى باش نهدر. مي ماشي جايه شغل. جازو شهرين على زواجي، جاتني دنيا حبات تهدر معايا، كيما قيمتهاش راحت تبكي وتشكي يما بلي ما رانيش نقعد معاها وما رانيش ناكل معاها. يما مشات معايا بسياسه التهديد، يا تقعد وتعامل هاكي شغل مرتك يا نعاود نسحر نبأ. انا قلت لها بالعباره الصريحه هذه، انايا رحمه ربي خرجت منها صافي، شحال دوك ما عندي ما نخسر. يا ربي واش هاد العباد اللي راني معاهم، دنيا بالسيف حبتني ناكل من عندها. انا رجعت نقضي ونطيب انا ونقعدوا ناكلوا كيف كيف ونغاول نكمل باش نوض. وقتي ولا يا رقاد يا برا غير باش ما نتلاقاش بيها. واحد نهار جات تسقسيني علاش نحبها وهضره كيما هذه. قلت لها باسكو نحبها. قالت لي على بالك باللي راك تنوض تعيط في الليل باسمها؟ قلت لها عادي باسكو نحبها. قالت لي خالتي ورتها لي وشفتها. قلت لها ايه مليح. قالت لي انا شابه عليها، ما فهمتش واش عجبك فيها. انا ما كاش واحد شافني وما عجبتوش. انا نط ضربتها الضرب تقول راني مع راجل. بدات تبكي وتعيط، ما طلقتهاش، كنت نشوف في الدم والله غير كان عاجبني الحال. في هذيك الدقيقه يعني ربي يغفر لي قريب قتلتها وما غاضتنيش، مي هي ما عجبنيش واش دارت. عيطت لباباها وانا كنت ندوش، زدت صليت، كنت هذا كاع ومازالني ندعي باش ربي يجعل نبأ من نصيبي. كي كملت الحق باباها انا قلت خلاص دوك يجي باباها يقول لي نرفد بنتي ونساها باش ترجع. هبطت ليه ما هدرش معايا والله غير فرحت. رحت لاصال دو سبور وزدت رحت باش نشوف نبأ، قلت بالك نشوفها من بعيد، ما شفتهاش كما العاده. هنا راهو عندي 79 يوم ما شفتهاش. رجعت العشيه صبتهم في الدار تشوكيت، انا حسبت لي راح يدي بنته لدارو. قال لي اصبر نهضروا. قعدنا، قال لي معليش على بالي بلي بنتي اللي غلطات لسانها طويل، مي ماشي هكا تضربها بعدا. يا ربي ونكون النوم، يا ربي نكون غير كنحلم كيما يقولوا. هذا كيفاه، هذا قريب قتلت له بنته. ورحت وخليته خلاص، كنت نقول على روحي صامت، مي هادو فاتوا الصماطه. جاز 15 يوم ور الحكايه قلت لهم راني طالع، وصح كان لازم نطلع على جال الخدمه، وهي صح كان لازم نطلع على جال الخدمه. صرات حاجه، هي صح راني داير بروكوراسيون صاحبي ولكن تحتمت عليا باش نطلع. طلعت مور 20 يوم، هبط ديريكت لوين باينه وين سكن نبأ. لحقت وين رقدت في الطونوبيل في حومتها، داتني عيني ولكن ما شفتهاش. ما كنتش حاب نقول لهم باللي هبطت. رحت عند اختي وانا في طريقي رايحه عندها، يعني الظهر شفت نبأ، مي ماشي وحدها، كانت مع واحد. انا هنا خلاص وليت ما نشوفش. هبطت، هي شافتني صفارت لونها تخطف. انا هنايا درت غلطه، حكمت اللي كان معاها بلا ما نفهم، دخلت فيه ديريكت. جاو الناس وبعدونا، انا هنا دخلت نبأ في الشوك، والله ما كنت على بالي واش ندير. خلاص عينيا تغمضوا. المهم مفيد ما رانيش حاب ندخل في تفاصيل. ضربنا وعاود حطيت رفتها وعاود حطيت نبأ، والعشيه كاع دخلت عند اختي. كي شافتني تخلعت، قلت لها بلي ما تقولهمش وما تقوليش بلي راني هبط للجزائر. قالت نقصر مع اختي حتى قالت لي عندي هضره نهضرها معاك. قالت لي نبأ السمانه اللي فاتت تخطبت، حسبت لي راهي تمسخر، ولكن اختي حلفت بلي نبأ دارت ستوري، واختي ورات لي الكابتور تاع ستوري وشفت تصاور تاع الخواتم والدعاء اللي دارته. قلت له اختي علاش ما قلتي ليش؟ قالت لي ما كنتش هنا واصلا خلاص. المفيد راك عارف دوكا. قلت نقول لك خير ملي تعرف بنادم واحد اخر. اختي كانت تهدر وانا والله ما كنت نسمع فيها، خلاص راح لي الصون.
قعدت نقول زعما انا بقى حباته وما قدرتش نتقبل تاع انا بقى تكون مع واحد اخر. علاش دارت هكا؟ السور يكون هذاك اللي شفتها معاه. قلت لاختي تعيط لها وتمد لي نهضر معاها. اختي بدات تعيط وتقول لي خلاص ما بقى بيناتكم والو، خلي الطفله تعيش حياتها، ما كفاكمش واش عاشت، انت متزوج وحاب طفله ما تتزوجش، كيفاش هديه عندكم شحال ما هدرتوش. قلت لاختي مي انا على بالي كيفاش تزوجت. قالت لي كاع على بالنا، ما منا بقى وعلى بالها، مي الطفله لازم تشوف حياتها، ما راحش تقعد تحبك من البعيد، ماشي فيلم هذا. كان على بالي بلي ما عنديش الحق ان نسقسيها ونقول لها علاش قبلت. قلت بالك زعما دارتها بالعاني باش نهضر معاها، مي انا اللي راني حاب نهضر معاها ماشي هي. انا صح حابها تكون فرحانه في حياتها، مي ماشي مع راجل واحد اخر، ما تقبلتهاش هذه تاع تكون مع راجل واحد اخر. هضرت اختي كانت كي الكف ليا، دخلت نحوس على لي ريزو سوسيو تاعها. اختي قالت لي ما تعيش روحك، نحات كلش دوكا. ما اختي وما عندهاش كونتاكت معاها، سيت نعيط لها في النيميرو القديم والو. خرجت رحت وين كانت تسكن، قالوا لي رحلوا، ورحت لدار مانها نسقسي والو، تقول نشقت الارض وبلعتها. وانا راجع درت اكسيدون، فطنت لقيت روحي في السبيطار، حتى نسمع في الفرملي يعيط للطبيبه، خلوني وحدي قريب 2 سوايع. تفكرت بلي كنت نحوس على نبأ، هذا واش تفكرت. حتى دخلوا كاع فاميلتي دايرين بيا، خاوتي يبكوا، اختي ويما يعنقوا، انا قعدت مخلوع واش بيهم هادو. مع العلم كنت درت اكسيدون من قبل وكانت كراف على هادي. اختي تسلم عليا، قلت لهم واش بيكم، قالوا لي خفنا عليك، مي مازالهم يبكوا. قلت لهم واش بيكم، قالت لي اختي كنت كوما 7 شهور. عبالكم تشوكيت كيفاش هذه؟ صح انا كنت حاس بلي اكسيدون خفيفه وماشي زعما كنت دخلت الكوما كاع هاد الوقت. خزرت في اختي ديريكت وقالت لي ما على باليش، ما زاد بان عليها والو، شغل فهمتني بلي نحوس عليها. خرجت من السبيطار مي ما نقدرش نمشي، خاطر 7 شهور وانا كوما سي نورمال. رحت لدارنا، يما كنت شغل حاسبها ندمت من واش صرالي، ولكن والو. الدنيا كانت بزاف خايفه كي شافتني في هذيك الحاله، حسيتها ندمت. قلت لها نطلقوا قبلت، ما امنش عقلي. ومرت عمي وخاوتي دخلوا لدارنا وكانوا يهضروا مع يما، مي انا ما نقدرش نسمح لها، خلاتني نحس روحي ماشي راجل وما عنديش كلمه حتى على روحي، وخلاتني كي الجايح شغل ذلتني. جازو ايامات رجعت لخدمتي ولا حياتي. مور ما اختي سمعت بلي نبأ تزوجت، ما نقدرش نحاسبها ونقول علاش تزوجت، مي كنت حاب نعرف السبه اللي خلاتها دير هكا وتتزوج بالزربه. كاينه حاجه ناقصه وما عرفتهاش، باسكو نبأ نعرفها ما ديرش حاجه هكا. سبحان الله تقول انشقت الارض وبلعتها. مي الحمد لله على كل حال. انا كيتيت قاعد زاير وما رجعتش نهبط، ودنيا طلقتها بتخبيه على يما، ما قلنا لهاش بلي رانا مطلقين. تكفلت بمصاريف دنيا، طلعتها تقرا في البلاد اللي راني خدام فيها بالموافقه تاعها اكيد، مي بعيد عليها، ما نشوفها ما تشوفني، هي في ولايه وانا في ولايه، غير باش يما ما تسمعش باللي طلقنا. على كل حال ربي سهل عليها وحسبي الله ونعم الوكيل فيها. اني عايش في كذبه كبيره، بابا برا شويه الحمد لله ورجع يطلع ليا، يما راني نهدر معاها مي فوق قلبي، خوتي خواتاتي مرت عمي تاني راهم يسقسوا عليا، نعيط لهم نحكي معاهم، وانا مازال نسي نتاقلم. نبأ حبيتها من قلبي وراني ندعي لها كل يوم، كنت نخاف عليها، نخافها حتى تتعذب من ربي، تتعذب في الآخرة ربي حاسبها بسبتي. كان على بالي بلي حرام نهدر معاها، كنت حاب الحلال معاها، والله غير كنت ندعي يا ربي نرقد ونوض ونصيب روحي متزوج بيها، ما كنت نهدر معاها. ولكن الحرام يقعد حرام، مالغري كنت حاب الحلال. اللي شوفني كيفاش كنت وكيفاش وليت ما يأمنش، كنت طايش، مي كي عرفتها حياتي تبدلت. ما كنتش حابها تؤثم بسبتي، كنت قاصد الحلال، مي معليش فيها خير الحمد لله. ولكن من جهة العبد عرفت باللي يهزم المرء حينما يصبح لديه ما يخاف فقدانه. كما يقولك راني سي نتجاوز ومتناسي ماشي ناسي، ما على باليش اذا اللي عشتوا ابتلاء ولا بلاء من لي كوتي هادوما كيفاش راكم دايرين. عرفت باللي التعلق ثاني بغير الله ابتلاء عظيم. عندما تعلق قلبك بإنسان واحد آخر رايح تتعذب. وعندما تعلق قلب إبراهيم بإسماعيل أمره الله بذبحه، وعندما تعلق قلب يعقوب بيوسف أخذه منه. يبتلي الله الذين يحبهم بما يحبون ليجعلهم خالصين له. كلما تعلقت بشخص أذاقك الله مر التعلق، حتى تعلم بأن الله يغار على قلب تعلق بغيره فيصدك عنه ويردك إليه ردا جميلا. ولو كان حاجة تكون من نصيبنا راح ندوها، يا لو كان الإنس والجن يجتمعوا ويسعوا ينحوها لنا، اللي مكتبها لنا ربي
الحق، والحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. يقول نتمنى تحكيها بطريقتك باش نسمعها ونعرف كاع الغلطات اللي درتهم. على بالي طولت بزاف ولكن تعمقت بالعاني باش كل ما نسمعها نتفكر ربي ونحمد ربي على كل حال. الأسماء بالمناسبة غير حقيقية، وشكرا لكم لأنكم سمعتوا انتم القصة. ويقول صاحبها حبيت نحكيها باش أنا نسمعها. يقول نشكرك بزاف على واش راك ديري وتعياي وتقدمي في محتوى ما شاء الله، ما كنتش نعرفك ولو كان ماشي نبأ هي اللي عرفتني بك. ويقول جزاكي الله ألف خير وربي يعطيك ما تتمناي. شكرا لك على مشاركتك هذا القصة، شكرا على الكوراج تاعك لأنك يعني درت كوراج كبير باش حكيت لنا قصة كما هذه صعيبة بزاف. وشكرا لكم انتم مرة ثانية لسماعكم هذه القصة.